هل كنتم تعلمون أن ملايين الأشخاص ينفقون الكثير من المال على شراء مكملات المغنيسيوم؟ في حين أن أفضل وأبسط مصادر المغنيسيوم الطبيعية موجودة تماماً في أماكن لا يوليها الكثير من الناس اهتماماً داخل ثلاجات منازلهم. هذه الأطعمة البسيطة والمتوفرة ليست فقط أكثر أماناً بكثير من المكملات، بل إنها أيضاً أرخص بكثير. يحتاج جسمنا يومياً إلى ما بين 310 إلى 420 مليجراما من المغنيسيوم، وتختلف هذه الكمية حسب ما إذا كان الشخص رجلاً أو امرأة. وطبعاً، لا أقصد أن المكملات عديمة الفائدة، لا، ولكن الحقيقة هي أن الاعتماد الكامل على الحبوب ليس حلاً دائماً. ولهذا السبب، سنستعرض في هذا الفيديو 10 من أفضل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، أطعمة يمكنها تعزيز طاقتك بشكل كبير وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لديك. تصبح هذه القضية أكثر أهمية بعد سن 50، لأنها طريقة منخفضة التكلفة وآمنة للعناية بالجسم على المدى الطويل. لذا تأكد من البقاء معي حتى النهاية. مرحباً. سأكون ممتناً إذا لم تشترك اشتراك في القناة بعد، حتى لا تفوتك محتوياتنا الطبية الحديثة. لماذا يعد المغنيسيوم حيوياً للغاية؟ يشارك هذا المعدن في أكثر من 300 تفاعل كيميائي داخل الجسم، من إنتاج الطاقة داخل الخلايا إلى المساعدة في الحفاظ على إيقاع القلب ثابتاً. وعندما تنخفض مخازن المغنيسيوم في الجسم، تظهر علينا أعراض مألوفة جداً مثل الإرهاق الدائم حتى مع النوم الكافي، التشنجات العضلية المفاجئة أثناء الليل، التشتت الذهني والنسيان، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، نوم خفيف ورديء الجودة. لكن عندما يكون مستوى المغنيسيوم في الجسم مناسباً، يتغير كل شيء. منذ الصباح، نشعر بنشاط وحيوية أكبر، طاقتنا تكفينا طوال اليوم، ونحتاج إلى راحة أقل. ملاحظة بعد سن 50. بعد سن 50، أجسامنا لا تمتص المغنيسيوم كما كانت من قبل. القلق، التوتر، الإفراط في شرب القهوة، بعض الأدوية، والتقدم في العمر، كلها تؤثر على امتصاص هذا المعدن. لهذا السبب يوصي المتخصصون بأن يتناول الأشخاص فوق سن 50 ما بين 500 إلى 600 مليجراما من المغنيسيوم يومياً بدلاً من 400 مليجراما كما في السابق. نقطتان مهمتان قبل ذكر الأطعمة. 1. الكمية الفعلية التي نحصل عليها من الطعام تختلف عما هو مكتوب على الملصق. 2. مضادات المغذيات، مثل الأوكسالات والفيتات، تقلل امتصاص المغنيسيوم بنسبة قد تصل إلى 60%. والآن، أفضل 10 أطعمة غنية بالمغنيسيوم يد تشير إلى أسفل. غطاء مفتاح 10 المرتبة 10، الخضروات الورقية. السبانخ 79 ملغ 100 غين. أوراق الشمندر 81 ملغ 100 غين. لكن تذكروا، طبق سلطة عادي يمنح حوالي 30 مليجراما فقط، وبعد خصم الأوكسالات لا يدخل فعليا سوى نحو 12 مليجراما. غطاء مفتاح الرقم 9 الفواكه. التوت والكشمش الأسود والتوت البري 20 إلى 22 ملغ 100 غين. الموز 27 مليجراما. الأفوكادو 29 مليجراما. ميزة الفواكه أنها لا تحتوي على مضادات المغذيات، لذا يتم امتصاصها بالكامل. إشارة تحذير: انتبهوا لسكر الفواكه، فالتوت أفضل من الموز لإنقاص الوزن. غطاء مفتاح الرقم 8 الخضروات غير النشوية. البروكلي 21 مليجراما. الكرنب 15 مليجراما. كورن بروكسل 23 مليجراما. من خلال وجبة 200 غين، يمكن الحصول على 28 مليجراما من المغنيسيوم القابل للامتصاص. غطاء مفتاح الرقم 7 منتجات الألبان.
الجبن 28 مليجراما. الحليب واللبن الطازج 24 مليجراما. كوب حليب 200 مليلترا يعطي حوالي 8 مليجراما مع الكالسيوم المفيد للعظام بعد سن 50. غطاء مفتاح الرقم 6 الحبوب الكاملة. الشوفان الجف 125 مليجراما. خبز القمح الكامل 76 مليجراما. الأرز البني المطبوخ 25 مليجراما. لكن بسبب مضادات المغذيات لا يمتص الجسم سوى 40 ملغ فقط. غطاء مفتاح الرقم 5 الشوكولاتة الداكنة قالب شوكولاتة. مسحوق الكاكاو النقي حتى 500 مليجراما. الشوكولاتة الداكنة حوالي 288 مليجراما. ملعقة صغيرة من الكاكاو يساوي 23 مليجراما مغنيسيوم. إشارة تحذير: اختر شوكولاتة عالية الكاكاو لكن لا تفرط لتجنب حصى الكل. غطاء مفتاح الرقم 4 البقوليات. العدس 36 مليجراما. الفاصوليا السوداء 70 مليجراما. الحمص 115 مليجراما. بعد النقع والطبخ الجيد يمتص 23-69 ملغ فعلياً. غطاء مفتاح الرقم 3 الأسماك سمكة. السلمون 25 مليجراما. السردين 40 مليجراما. المكريل 60 مليجراما. ميزة السمك أنه خالي من مضادات المغذيات، خصوصاً المكريل الغني بالأوميغا 3. غطاء مفتاح الرقم 2 المكسرات فول سوداني. اللوز 270 مليجراما. جوز الهند 398 مليجراما. جوز البرازيل 276 مليجراما. قبضة 30 جراما تمنح 31-36 ملغ من المغنيسيوم. إشارة تحذير: لا تفرط في تناولها لتجني الحساسية أو زيادة الوزن. غطاء مفتاح الرقم 1 المركز الأول. البذور عباد الشمس. الشيا 335 مليجراما. الكتان 322 مليجراما. بذور اليقطين 262 مليجراما. دوار الشمس 325 مليجراما. القنب 700 مليجراما. ملعقة طعام من بذور القنب يساوي ربع احتياجك اليومي من المغنيسيوم. إشارة ممنوع الدخول: العدو الحقيقي للمغنيسيوم. 3 أطعمة تسرق المغنيسيوم من أجسامنا يومياً. 1. السكر الأبيض. 2. الدقيق الأبيض. 3. الزيوت الصناعية. هذه الأطعمة تكاد لا تحتوي على أي مغنيسيوم، لكنها تشكل جزءاً كبيراً من غذائنا اليومي، والنتيجة تعب، نقص طاقة، ونقص في العناصر الغذائية. لمبة مضيئة تذكر: سر الحصول على المغنيسيوم لا يكمن فقط في المكملات، بل في اختيار الأطعمة الصحيحة والطريقة السليمة لتناولها. فهما معاً يصنعان الفارق الحقيقي. والآن أخبروني، أي من هذه الأطعمة فاجأكم أكثر؟ اكتبوا لي في التعليقات، فأنا أقرأها جميعاً وأرد عليها. وإذا كان هذا الفيديو مفيداً لكم، اضغطوا على إعجاب إشارة الموافقة برفع الإبهام لأعلى وشاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسوا كتابة الرقم 20 في التعليقات. شكراً لأنكم رافقتموني حتى نهاية الفيديو. قدروا صحتكم واعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء في الفيديو القادم. في أمان.